القادة العرب ذو أصول صادمة. آل سعود. الاسم الحقيقي الأول لجد آل سعود، وهو مرخان بن إبراهام بن موشي الدونمي، والذي كان اسمه الأصلي في السابق هو مردخاي. وتعود أصول مردخاي إلى يهود البصرة الذين كانوا قد نزحوا أصلاً من الإستانة، واستوطنوا مدينة البصرة في جنوب العراق، خصوصاً بعد أن ضاقت بهم الأحوال جراء السياسة العثمانية. جمال عبد الناصر يدين بالفضل لسيدة يهودية تدعى مدام يعقوب فرج شموئيل، لأنها هي التي رعته في طفولته بعد وفاة أمه، وكانت تعامله كأحد أبنائها. وهذه السيدة قريبة والدتها، فإذا كانت قريبة والدتها يهودية فتكون والدتها كذلك، ولذلك نسب إليه محاربة الإسلام في مصر. الزعيم التونسي حبيب بورقيبة من سالونيك ومن أصل يهودي، اضطر جده إلى اعتناق الإسلام حين هرب إلى مصراتة. ويقال إن جامع طرابلس المسمى بجامع بورقيبة قد بني على زاوية قديمة كانت تعرف باسم زاوية بورقيبة، تنعماً على روح الشيخ بورقيبة الذي اعتنق الإسلام في سن متقدمة. الزعيم الليبي معمر القذافي يعود إلى أصول يهودية مستشهدة بتفاصيل أوردتها امرأتان يهوديتان من أصول ليبية. فقد أكدت جويتا براون وحفيدتها راشيل سعدة أن أصول القذافي يهودية، مشيرتين إلى أن جدة براون وجدة القذافي شقيقتان. ياسر عرفات يهودي من المغرب، من عائلة القدوة المغربية اليهودية. وقد صرح أمين الحسين مفتي فلسطين حول مزاعم ياسر عرفات بأنه ينتمي إلى عائلة الحسين المقدسية، فأخبره المفتي أن عرفات لا يمت إلى عائلة الحسين بصلة، وإنما أصل عائلته من المغرب.